أنا نفسي نوصل لفكرة إن أنت تبقى عايش مع القرآن، فكرة مصاحبة القرآن. هقول لك على طريقة تحفظ بيها القرآن الكريم بأمر الله. الطريقة دي لو مشيت عليها هتلاقي نفسك بتحفظ القرآن بمنتهى السهولة. الطريقة اللي أنا هقول عليها في الفيديو برغم إن هي سهلة لكن هتاخد وقت شوية، ولكن هي دي ميزتها، إنك بتحفظ القرآن الكريم تقريبا بدون مجهود، لكن الموضوع كله معتمد على التكرار، والتكرار هنا بيبقى بطريقة جميلة وممتعة، وهتلاقي نفسك بأمر الله حفظت القرآن الكريم حفظ تام، وحتى المتشابهات مش هتقف معاك خالص. لكن أولا لو استفدت من الفيديو حاول تشاركه، فالدال على الخير كفاعله، وما تنساش تعمل له حفظ عشان ان شاء الله هترجع له بعدين. الفيديو ده انا مش طالع اقول لك فيه كلام وخلاص، الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده انا ماشي عليه، الكلام ده انا طبقته على نفسي والحمد لله حاسس بفرق كبير جدا في الحفظ، وبحس دايما بثقه لما باجي بقرا القران قدام حد او لما اتزنق واصلي امام، فتابع معايا الشرح للاخر. مبدئيا كده حط في بالك معلومه مهمه، اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل، ففكره انك عايز تحفظ القران الكريم كله في كام شهر او في كام سنه قليله دي انساها، ولو انت جاي على الاساس ده فانا بقول لك من دلوقتي ريح نفسك وما تكملش. انا نفسي نوصل لفكره ان انت تبقى عايش مع القران، فكره مصاحبه القران، لما تيجي يوم القيامه بامر الله وتسال عن القران الكريم تقول يا رب انا قضيت وقتي في حفظ كتابك الكريم، تحس بفخر كده وانت بتجاوب وتطمن من فزع يوم القيامه. فاحنا عايزين نوصل لان احنا نقضي مع القران اكبر وقت ممكن. الفكره ان شاء الله ان انا من النهارده اخد القرار ان من هنا لاخر يوم في عمري ما يعديش يوم من غير القران الكريم. وطريقه الحفظ اللي انا بقولها هنا في الفيديو دي انا طبقتها على نفسي، وربنا سبحانه وتعالى هداني ليها، لا قريتها في حته ولا شفتها عند حد، فيجوز تكون صح ويجوز تكون غلط. فلو هي صح ومفيده ادعي لي بالثبات والهدايه، ولو فيها حاجه غلط ادعي لي برضه بالهدايه.